السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تنسوش الدعوة الحلوة من كل أبويا وأم بالرحمة، ربنا يرحمهم ويسامحهم هم أمتنا جميعا يا رب العالمين. شايفين العيلة بالرز؟ شايفين الجمال والبركة والخير؟ اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. طبعا اللي بيحب يعمل حاجة بيعملها، أو مثلا نادر حاجة بتعمليها في اي وقت. فانا الحمد لله كنت نادره ان انا اعمل رز بلبن، والحمد لله يا رب يشفي كده كل مرضانا ويشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا جبت الحله بقى الكبيره، اكبر حله كده، ومعايا اللبن بسم الله ما شاء الله، لبن فلاحي جاموسي بخيره لسه يعني ما دخلش التلاجة، و2 كيلو رز. وهنعمل احلى رز بلبن، الف هنا وشفا للي اكله. طلع تحفه وطلع خطير. حاجه طالما عاملاها كده يعني بنية حلوة، والنية بتاعتك هي عارفة هي رايحة فين، بيطلع زي الفل وبيطلع جميل الحمد لله رب العالمين. طبعا انا بتكلم معاكم بطبيعتي جدا، ولا مركزة في الكلام ولا محضرة الكلام. اللي بيطلع مني هو اللي موجود جوايا، هو اللي بيطلع مني. غسلت ال2 كيلو رز، احط عليهم بقى ميه سخنة كده واسلقهم. انا بحب اعمل الرز ده بالطريقة دي جدا، عمري ما بغيرها. بسلق الرز الاول سلقة حلوة كده زي ما انتوا شايفين كده. هنقله بقى في حلتين لان لقيته كتير على الحله الكبيره دي بعد ما اتسلق، فانا هقسمه على حلتين 2 عشان اقدر اعمله كويس، واقدر اظبط اللبن بتاعه واخليه كده يبقى حلو وكويس وكده. طبعا يعني في بعض الناس بيقولوا اللي بيحب يعمل حاجه ما بيقولش، او بيعملها ما بينزلهاش. لا، في ناس كتير قوي بتعمل والحاجه دي بتبقى موجوده سرا وعلانيه الحمد لله رب العالمين. هي مش عامله حاجه كبيره قوي قوي، حاجه على قدي. نادر كنت نادراه فحبيت ان انا اشارككم فيه. يمكن حد عنده نادر ونسيه، يمكن حد عايز يعمل رز بلبن ويوزعه لحبايبه، مفيش اي مشكله. انا مش عاملاه حاجه يعني كبيره، يعني حاجه كده بسيطه جدا. بس الحمد لله عملت حاجه حسيت ان انا فرحت من جوايا ان انا كنت ناويه اعملها وعملتها، وربنا اداني الصحة والقوة وعملتها. سمتهم على حلتين عشان اقدر زي ما قلت لكم اتحكم في الرز، اظبطه في الحلتين الاتنين. بيزيد طبعا الرز وبسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. عمل معايا كمية كبيرة جدا زي ما شفتوا في اول الفيديو. ده غير اللي انا كنت شايلة منه ليا، وغير ما نزلت برضو منه وزعت شوية، فقلت بقى اصوره كده واوريه لكم. طبعا الرز السكر ده محدش يقول انت حاطه سكر ليه اسمر وسكر غامق. لا، انا بحب اعمل رز بلبن بالسكر بتاع القصب. السكر ده بتاع الايام دي بيبقى جميل جدا، بيبقى حلو، تحسي ان انت حاطه عسل كده في قلب في قلب الرز. ال2 كيلو رز خدوا 2 كيلو سكر وحوالي 5 كيلو لبن، بس عمل كميه بسم الله ما شاء الله. افضل اقلب بقى واحل الرز. تفضلي بقى تقلبي كده لحد ما تخلي الرز كده وتدوبيه كله وتحسي ان الرزه بتاعتك استوت وبقت حلوه. ننزل باللبن عشان يبقى اخر خطوه خالص في الاخر اللبن. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللبن طبعا هيداري كل السكر بقى اللي عامل زي العسل ده، وهيبقى ابيض زي القشطه دلوقتي. مش لازم تعملي بسكر ابيض، اللي موجود عندك اعمليه. ده سكر وده سكر، بس انا بفضل بصراحه السكر ده بتاع القصب، السكر بتاع الايام دي بيبقى جميل جدا. وبحب اعمل برضو رز بلبن باللبن الجاموسي، ما بحبش اعمله باللبن البقري. الجاموسي بيبقى بيخليه جميل كده وطعمه حلو ولونه حلو. بصراحة بحب اعمله على طول كده باللبن الجاموسي بيبقى حلو. هظبط الحلة التانية دي باللبن بتاعها، شوف عايزة لبن ولا مش عايزة، وشوف الحلة التانية واظبطهم زي بعض عشان يبقوا نفس الطعم. يا رب يجعل السنة الجديدة دي سنة الخير والبركة والسعادة والهنا والسرور علينا جميعا، وكل سنة وكل إخواتنا الأقباط طيبين، وعيدهم يا رب كده يجعلوا عيد سعيد عليهم.
ويجعل السنة دي سنة خضرة زي ما أهالينا كانوا بيقولوا، يجعلها سنة خضرة علينا، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، ويفرح كل البنات، ويستر بناتنا، ويشفي مرضانا، ويرحم أمواتنا، ويدخل الخير والرزق والبركة في كل بيوتنا. اللهم آمين يا رب العالمين. فاضل خلاص ساعات قليلة، ويجعلها يا رب سنة كده كلها خير ورزق وسعادة وهنا، وما يدخل أي حد في بيته أي مكروه، يدخله الفرح دايما. اللهم آمين يا رب. حطيت اللبن وظبطته، حطيت الفانيليا، ظبط الفانيليا كده تدي طعم وريحة كده للرز. أنا بعمل الرز بتاعي باللبن، الفانيليا، النشا، بس ما بحطش حاجة تانية. في بقى حبايبي كده بيعملوا بيحطوا قرفة على الوش بعد ما الرز بيخلص، بيحطوا مثلا مية ورد. لا، أنا بحب أعمله كده، طريقتي من سنين، من يوم ما اتعلمت وأنا بعمله كده، وبيطلع أحلى رز بلبن. تمام. أنا جبت بقى ال2 كيلو رز دول و5 كيلو لبن، كنت جايبة نص كيلو نشا. أنا استخدمت ربع وشوية من من الربع التانيين، قسمتهم على الحلتين، لفوا الرز معايا وخلوه حلو. هدوبه الأول في شوية مية النشا عشان ما تكلكعش منك وانت بتحطيها في اللبن سخن، لازم تدوبيها بشوية مية، وانت بتحطيها لازم تلفي على طول الرز عشان ما تكلكعش. او انت بتحطي كده، بصي لفي على طول عشان ما تكلكعش في حتة واحدة، تنيكي تلفي كده عشان الرز يلف معاكي ويمسك معاكي. الحلة التانية برضو نفس النظام. بصوا كده ابتدى بقى يلف معايا والمغرفة تجمد معايا تتقل، اعرف على طول ان هو خلاص كده لف. اللهم صل على النبي. بصوا بسم الله ما شاء الله. باقي شوية كده هحطهم يلف اكتر بقى كده. اللهم صل على النبي. بصوا بسم الله ما شاء الله. طبعا معلش انا اسفه والله، اعذروني استحملوني، اللي انا يعني تصوير بمسك موبايل وساعات بسنده، فان شاء الله كده الفتره الجايه هظبط الدنيا كلها باذن الله، والاضاءه وكل حاجه. تمام كده خلاص كده خلصته بقى، هقفل عليه بقى وهعبيه. بصوا بقلل كده، طالما بكبك كده وبيبقلل كده يبقى هو 100 10/10. نقفل بقى ونبتدي نظبط العلب ونعبي. قول بسم الله الرحمن الرحيم ونعبي كده. تسيب العلبة مفتوحة لحد ما يهدى شوية، لأن غلطت غلطة في الآخر، استعجلت بقيت أقفل العلب بسرعة، فمع البخار عرقت كده، عملت مية في الغطا. بصوا كده قوامه حلو ازاي، بسم الله ما شاء الله. شوية زبيب بقى، شوية جوز هند، مكسرات، اللي انت عايزة تحطي حطي. انا حطيت زبيب وجوز هند. عايزة تحطي سوداني مبشور، عايزة تحطي زبيب وجوز هند لوحده، عايزة تحطي شوية قرفة، براحتك. اللي حابب حاجة بيحطها، واللي متعود على حاجة بيعملها. نعبي كده، وجي ابني برضو يساعدني، لان طبعا مش هقدر اعبي انا الكمية دي. فالحمد لله بقيت بقى يعبي بقى واحط ورا بقى الزبيب وجوز الهند، وخلصناه الحمد لله على خير. ويا رب كده يجعله في ميزان حسناتنا، وان شاء الله ربنا اللي يقدر يعمل حاجة يعملها. وكل سنة وانتم طيبين، وعام سعيد عليكم جميعا يا رب العالمين. ودايما كده افيدكم وتفيدوني، واي حاجة بشارككم فيها، يعني محدش يضحك عليا، بعمل اي حاجة كده بحب ان انا اشارككم فيها. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.